محبي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم. مباراة الهلال بالسيمبا مباراة إعدادية مهمة ضد فريق قوي، فريق منظم ومعروف للكل. ملامح الهلال بدأت تظهر. المدرب ريجي كامب دخل المباراة بأفكار وخطة واضحة، ولأول مرة منذ فترة طويلة جدا الغالبية تتفق بأنه شكل الهلال يتغير، وفي ملامح بدأت تظهر ونتمنى أنها تستمر وما تكون لمباراة واحدة فقط وفورة لبن. طموحات ريجي كامب وخططه ممكن تصطدم بجدار الأنانية من بعض لعيبة الهلال، ودي كانت أبرز ما شاهدته في المباراة، خصوصا اللاعب آداما كوليبالي في كم موقف. كان ممكن بلعبة بسيطة، بحركة بسيطة من حرفان تهوز الألعاب ما شاء الله ممكن يغير وضع كبير، وكان ممكن يكون الهلال يعني متفوق في المباراة وممكن كان يفوز في المباراة. فنلقى إنه ريجي كامب مهما كانت خططه، لو ما في تعاون بين اللعيبة كتيم وورك حيكون في مشاكل كبيرة وفي حتحصل مصايب كبيرة جدا، خصوصا إنه أي لاعب داير يصدر إنه الأفضل، ولسه عندك لعيبة كثيرة ما جات لاعبين مع المنتخبات بتاعتهم. فلا بد من ريجي كامب والمعد النفسي بتاعه يقعدوا مع اللعيبة واحد واحد ويتفاهموا معهم، أو خصوصا اللعيبة اللي بتظهر منهم أنانية، سواء كانت من آدم كوليبالي أو من جان كلود أو من أي لاعب تاني. لكن عموما بنظهر بنلقى إنه في لعب، في تغيير، شكل الهلال يتغير جدا. البوزيشنز بتاع اللعيبة بقى مختلف جدا، خصوصا لما الخصم يكون عنده الاستحواذ بتاع الكرة، بنلقى إنه في لعيبة واقفين وقفة صحيحة، ودي سمة مميزة وسمة كويسة جدا لأي فريق متطور، لأي فريق قوي، ونتمنى التوفيق للهلال.